من ضمن الحاجات اللي ممكن تضيع عليك الحج هي الخوف. الخوف من ضياع الوقت، الخوف على ولادي وحبايبي اللي في مصر، الخوف ان ربنا ما يقبلش مني، الخوف على اللي جاي. يعني ايه؟ يعني احنا النهارده في المدينه، انا خايفه ما اعرفش احرمنا وربنا كرمنا، انا خايفه ما اقدرش اكمل. ربنا كرمنا وبنروح نطوف، انا خايفه ما اعرفش اسعى. خايفه من ايه؟ بمنتهى البساطه ده مدخل من مداخل الشيطان. ربنا كرمني وبحج، ربنا سبحانه وتعالى رزقني مثلا بمكان او بناس بيساعدوني على المناسك. يعني ايه؟ يعني خدي بالك احنا مثلا هنبدا نحرم من بكره، فبتلاقينا مع بعض الاحرام يا بنات بالطريقه الفلانيه، وخدي بالك من كذا وما تعمليش كذا. اعملي الاحرام زي ما هنتكلم فيه وعيشيه تماما، عيشيه روحيا وجسديا، لان العباده والمناسك فيها روح، مش مساله جسد بيؤدي بس. فعيشيه روحيا وجسديا، وبعد كده لما نيجي عند الخطوه اللي بعده يعدلها ربنا. امشي كده ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. احنا النهارده في المدينه عندنا زياره سيدنا النبي مثلا عليه الصلاه والسلام. ما تشغليش نفسك بالمناسك بقى، اشغلي نفسك باداب الزياره. هروح الروضه اعمل ايه، وايه اللي المفروض يحصل، وايه السنه وايه الفرض، وايه ازاي اغتنم الموقف ده واستثمره لصالحي تماما واخد منه اجر كبير. يبقى انشغل بده، ولما اجي عند اللي بعده يعدلها ربنا. طيب احرمنا وربنا كرمنا، رايحين بقى علشان نطوف. طب هنطوف، ابدا بقى ادرس الموقف، والناس اللي معايا بتليد الموضوع، بتقود الموقف. طيب هيقولوا لي هتطوفي 7 اشواط وهتمشي من هنا لهنا ويلا بينا، وهيبقى في ناس معانا وحوالينا وكلام من ده. واوعي اوعي تاني قلبك ينشغل حتى اثناء الطواف. هتلاقي وانت بتطوفي ناس ما شاء الله عليهم بقى اللهم، والتانيين اللهم اغفر لنا اغفر لنا، بدون قلب، لسان عمال يردد وخلاص. يعني كان في واحد من الشيوخ كان بيتكلم يقول لك ايه، قاعد يقرا من الكتاب والناس المجموعه بتاعته وراه الله، وفي الاخر خالص راح قايل ايه؟ دار النشر، هو دار النشر. بدون قلب، كلام بدون قلب. لا، انا عامله جدول، انا حد مذاكر. بصي، العلم بيفرق جدا، وتحضير الحاجه بتفرق. انا عارفه انا رايحه على ايه فبحضر نفسي. انا 7 اشواط، الشوط الاول ماشي عندي فيه مثلا هدعي لنفسي، هدعي لنفسي جدا دنيا واخره. الشوط الثاني اجيب ولادي واحد واحد، وكل واحد فيهم مشاكله. ابني ده يا رب اهديه، ده ابعد عنه صحبه السوء، ده مش كل واحد بمشاكله. امسكي ولادك واحد واحد. طيب الشوط ده انت اصلا ده عايزه لهم شوطين لوحدهم، والله ربنا يهديهم علينا. 3. الشوط الثالث تيجي عند اهلك وحبايبك والناس اللي مأمنينك الدعاء. الشوط الرابع تلاقي نفسك بتدعي مثلا بخيري الدنيا والآخرة، وهكذا. انت ذكري هتعملي ايه وانت مع نفسك، حتى لو مع ناس بتطوفي اللي هم بس بيعلمونا نعمل ايه، ولكن انا قلبي في حتة تاني، انا قلبي في حتة تاني. عيشي الطواف. واوعي اوعي اوعي، بس قبل ما انسى هسمع حاضر، اوعي تعملي مخالفات شرعية. ده انت هتشوفي مخالفات في الحرم ايه. هتشوفي بقى في الحرم اللي بتنام في الصحن نايمه، خلاص احنا كاننا دخلنا الجنه، احنا خلاص رفع عننا التكليف. تلاقيها شالت الطرحه ونايمه كده في وسط الرجاله. ايه يا جماعه في ايه؟ احنا ما ينفعش، ما ينفعش. احنا هناك ما ينفعش، احنا هناك بنلتزم بحجابنا وتعاملاتنا، احنا ما دخلناش الجنه. ماشي، فالتزمي بالمكان المخصص للسيدات هناك. غالبا هتلاقيه عند اليافطه بتاعت الملك عبد الله، ده مكان مخصص للسيدات محدش بيقومك منه. تقعدي في المكان المخصص للسيدات، وبتعفي نفسك وبصرك عن الرجال محرمين، فحاولي تغضي البصر. طيب وانت في الطواف برضو تعففي، ما تدخليش في وسط الرجاله عشان خاطر بقى ايه، انا عايزه المس الحجر الاسود بقى. لا، ما فيش الكلام ده، ما فيش كده، ما فيش. انا مش عايزه ارجع بذنوب، مش عشان خاطر اروح المس الحجر الاسود ارجع بذنوب بلاوي، ده بتبقى جوه معجنه وحاجات ما يصحش، ما يصحش. تعففي عن كل ده وتعبدي الى الله بكل ده. افضل افضل. واحده جت للسيده عائشه وقالت لها انا لمست الحجر الاسود، فالسيده عائشه قالت لها زحمتي الرجال، راحت داعيه عليها. فاوعي تعملي حاجه زي كده، ما تفكريش. احنا بنتعبد الى الله ان احنا حتى لو يعني كل ما بتقربي من الكعبه كل ما الشوط بيبقى اقل شويه، لا احنا بنتعبد لربنا ان احنا ممكن نطوف ابعد والشوط يبقى اكبر، لكن عشان احنا
ما نزحمش حد وما نزحمش الرجال. طيب، فمن ضمن المخالفات الناس الستات بتزاحم الرجال، او يناموا في وسط الصحن، او ما يتبعوش التعليمات التنظيميه، او حاجات كتير قوي قوي بتبقى مخالفات. فمش عايزاكي تبقي خايفه، بس عايزاكي تبقي مذاكره، عارفه انت هتعملي ايه، عارفه الادعيه بتاعتك اللي هتعمليها في الطواف، عارفه الاذكار والادعيه بتاعتك اللي هتعمليها في السعي، وكل نسك عيشيه جسدا وروحا، وما تبصيش للي بعده، ركزي فيه هو الاول. ده هيخليكي ان انت تعملي العباده ان شاء الله بشكل طيب.